السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أخواتي الأعزاء، نلتقيكم بحلقة جديدة. اليوم طبعا نكمل ما بدأنا به من الموضوع السابق، وهو قذارات البخاري. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع نريد أن نوجه سؤال إلى السلفية والسنة جميعا: لماذا الخوف من عرض روايات البخاري على القرآن الكريم؟ لماذا الخوف من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم؟ هل إن البخاري وما جاء بالبخاري والمعاني الموجودة في البخاري تخالف القرآن الكريم وتتعارض مع القرآن الكريم، أو أنكم لا تعتقدون أساسا بالقرآن الكريم، أو أن القرآن الكريم عندكم محرف؟ إما هذا وإما هذا. لماذا الخوف؟ لماذا الهرب من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم؟ إذا كنتم تعتقدون أن السنة وحي، كما أن القرآن الكريم هو وحي من الله سبحانه وتعالى يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالوحي لا يتعارض مع الوحي. فلماذا تخافون من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم؟ لماذا تخافون وتهربون من شيعة التوحيد الصرخية عندما يوجهون لكم هذا السؤال؟ لأن كتاب البخاري باطل، لأن الروايات المنسوبة للنبي كذبا وبهتانا وزورا في كتاب البخاري باطلة، لأن المعاني ومضامين الروايات الموجودة في كتاب البخاري باطلة. لذلك تخافون من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم. طبعا والدليل، دليل العرض على القرآن الكريم، العرض على الكتاب المقدس هو دليل فطري، دليل إنساني، دليل عقلي عقلائي، دليل شرعي من سيرة المتشرعة، من سيرة الصحابة، من سيرة النبي، من سيرة آل البيت، من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يوجد عاقل، لا يوجد إنسان عاقل عندما تقول له لماذا لا تعرض الأقوال والأفعال والعبادة والروايات على كتابك المقدس ويخاف. لو وجهنا هذا السؤال إلى مسيحي وقلنا له أعرض هذه العبادة أو هذه الفكرة أو هذا القول أو هذا الفعل على كتابك المقدس، هل يرفض ذلك؟ إذا عرضنا هذا الكلام على يهودي، لو عرضنا هذا الكلام على بوذي، على سيخي، هل يرفض ذلك؟ إلا السلفية والسنة. لماذا؟ لأنهم يخافون ويعلمون ويتيقنون أن ما موجود في كتاب البخاري يخالف القرآن الكريم، لذلك لا يعرضون روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم، مع أن دليل العرض على القرآن دليل فطري، دليل عقلي، دليل شرعي من سيرة الصحابة، من سيرة النبي، من سيرة آل البيت عليهم السلام. فالمتحصل من هذا كله إما أنكم تعتقدون بأن القرآن عندكم غير ثابت وهو محرف، وهذا أثبتناه أن القرآن عندكم محرف بالتواتر. لماذا؟ لأن عندكم البخاري ومسلم ثابت بالتواتر كما تقولون، والتحريف موجود في البخاري وفي مسلم، إذن التحريف، تحريف القرآن الكريم ثابت عندكم بالتواتر، لذلك تخافون من عرض روايات كتاب البخاري على القرآن الكريم. خذوا هذه الإلزامات إخواني شيعة التوحيد الصرخية وغيرهم من الشيعة، خذوا هذه الإلزامات واطرحوها في بثوث السلفية وانتظروا الإجابة من هؤلاء. لا، سوف لا ترون إلا القمع وإلا الكتم والتنزيل والهروب، ولا يوجد إجابة. وهذه النصرة المباركة في إثبات هذه الإلزامات على الخصوم هي نصرة لله تبارك وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى، ولتجفيف منابر وأفكار الإرهاب والتكفير وإخراج أهل القبلة من الدين والإسلام. اليوم أخواني الأعزاء نتعرض إلى القذارة الثانية الموجودة في كتاب البخاري، وهي قذارة النخامة والبلغم. أفرد لها البخاري بابا في كتابه، ويقول البخاري في كتابه في صحيح البخاري
باب البزاغ والمخاط ونحوه في الثواب. المخاط فيه ثواب، النخامة فيها ثواب. ويأتي بهذا الحديث المنسوب زورا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من القذارات، ويقول: ما تنخم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده. لماذا هذا الإشراك أيها السلفية، أيها الأغبياء، يا من تنصتون، يا من تصلون التراويح كما قال ابن عمر ووصفكم بأنكم تنصتون كما ينصت واضحة عندكم، حديث ابن عمر واضح عندكم، الذي يصلي التراويح ينصت كأنه حمار. فمثل هذه القذارة هل تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. تتمسحون بالنخامة، تتبركون وتتوسلون بالنخامة، وتعيبون على الآخرين وتصفون الآخرين بالشرك. الأولى أن تنهوا عن هذا الفعل، أن تقفوا بوجه البخاري وروايات البخاري المعارضة للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ثابت يقينا، هو الأصل، هو أصل الأصول، وهو المرجع في عرض الدين عليه، وهو ثابت يقينا. فلماذا تخافون من عرض روايات البخاري على القرآن الكريم؟ ومثل هذه القذارات تعلمون جيدا أنها باطلة وتعارض ما جاء في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك يخاف السلفية من عرض كتابهم البخاري على القرآن الكريم. وهذه القذارة الثانية، وسيأتي باقي القذارات الموجودة في كتاب البخاري المنسوبة زورا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا أخواني الأعزاء ننتهي وإياكم من القذارة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.